النهاردة هنتكلم عن قصة بتعتبر من أكبر الألغاز اللي محدش عارف لها تفسير لحد الآن، ولا حد عارف إيه اللي حصل بالظبط. قصتنا النهاردة هتبقى عن البحارة التلاتة اللي اختفوا فجأة من على مركب في البحر في ظروف غامضة. ولو بتحب النوعية دي من القصص ياريت تشجعني بلايك وكومنت، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. في 21 يوليو سنة 1968، وبالتحديد في جزر الكناري اللي موجودة في المحيط الأطلسي، كان فيه قارب شحن صغير اسمه الفاوستو. كان القارب ده بيبحر من جزيرة لابالما ورايح لجزيرة اسمها هيرو، والمفروض الرحلة هتبتدي في منتصف الليل. وكان طاقم الرحلة مكون من 3 أفراد من نفس العيلة، هما الأخوين رومان هرنانديز وريبرتو هرنانديز وابن عمهم ميشيل هرنانديز. وكانت الرحلة عادية، وقاموا بها مرارا وتكرارا أكتر من مرة على مر السنين، وده بيدل على إنهم على دراية وخبرة كبيرة بالطريق بين الجزر. ده غير إنهم بحارة متمرسين، وده كان بالنسبة لهم شيء عادي إنهم يبحروا ليلا أو نهارا. والقارب اللي أبحروا بيه كان مملوك لرجل أعمال اسمه رافائيل أكوستا، وهو القبطان أيضا، ولكنه ما راحش معاهم في هذه المرة لأنه كان مرتبط بأعمال أخرى. وللعلم إن المسافة بين الجزيرتين هي 98 ميل فقط، وده معناه إن الرحلة في أسوأ الظروف مش هتاخد أكتر من 6 ساعات بس. وبالفعل وصل القارب إلى جزيرة هيرو بألف سلامة في الساعة 7 صباحا بدون أي مشاكل، ونزل حمولته وحمل بضاعة تانية علشان ينقلها للجزيرة التانية. واستراح البحارة التلاتة قليلا قبل أن يستعدوا للانطلاق مرة أخرى للعودة إلى جزيرة لابالما. وفي الوقت اللي هم بيستعدوا فيه علشان يتحركوا بالقارب، فجأة لقوا راجل بيجري في اتجاههم وهو بيصرخ وبيقول إن زوجته اتصلت بيه وقالت له إنه بنته مريضة جدا، وطلب منهم إنهم ياخدوه معاهم مقابل إنه هيدفع لهم أي مبلغ من المال يحتاجوه. فسألوه أنت منين؟ فقال لهم إنه من جزيرة لابالما اللي هم رايحين ليها، فركبوه معاهم. ومن هنا بقى بتبدأ الأحداث الغريبة. فالمفروض إن المركب هيوصل للجزيرة في حدود الساعة 5 المغرب، ولكن مرت الساعة 5 والساعة 6 والساعة 7 واليوم كمان خلص والمركب لسه موصلش. قول بقى زي ما انت عايز تقول، قول عواصف ممكن، أعاصير ممكن، عطل في المحرك ممكن، كل الافتراضات مطروحة لتأخير القارب. ومع العلم إن البحر كان هادي وظروف الجو كانت طبيعية، ولما أهالي البحارة عرفوا إنهم اتأخروا جمعوا نفسهم وراحوا علشان يسألوا ويعرفوا إيه اللي حصل، ولكن محدش كان عارف سبب تأخرهم إيه. فاتصلوا بالقبطان صاحب المركب علشان يبحث عنهم، فبعت سفينة تدور عليهم، لكن السفينة رجعت من غير ما تعثر ليهم على أي أثر، وكأن البحر اتشق وبلعهم. واستمر البحث عليهم عدة أيام ولكن بدون جدوى، وبدأ الموضوع يوصل للحكومة اللي بعتوا عشرات القوارب والسفن للبحث عن البحارة التلاتة، ولكن للأسف برضو ما لقوش حاجة. وبعد 4 أيام كانت في سفينة اسمها ديوكوسيا كانت في رحلة، وعثرت بالصدفة على القارب، وده كان على بعد 175 كيلومتر من جزر الكناري. وطاقم السفينة ديوكوسيا قالوا إننا كنا نبحر وسط المحيط عندما رأينا قارب صغير عليه 4 رجال. اقتربنا منهم ولقينا مكتوب على القارب اسم الفاوستو، وتعجبنا بشدة لرؤيتهم. ماذا يفعل هذا القارب الصغير وسط المحيط؟ أخبرناهم إنهم مفقودون والجميع يبحث عنهم، وإن عائلتهم مستنياهم، وعرضنا عليهم إننا نرجعهم لأهلهم، لكنهم رفضوا بإصرار وطلبوا مننا فقط إننا نزودهم بالطعام والوقود وإننا نسيبهم في حالهم. حاولنا إقناعهم إنهم بعيدين جدا عن الجزيرة وإنهم لازم يرجعوا معانا، لكنهم أصروا إننا نسيبهم، فزودناهم بما أرادوا وتركناهم. ولما السيد كوستا صاحب القارب سمع الكلام ده استغرب جدا. فالبحارة التلاتة ليسوا مستجدين علشان يتصرفوا بهذا الشكل، بالتأكيد كانوا عارفين إنهم ضايعين وسط المحيط، فلماذا رفضوا مساعدة الباخرة الإنجليزية؟ ومرت الأيام
ومفيش أي أخبار جديدة عن القارب. وبعد شهرين من هذه الحادثة كانت في سفينة إيطالية اسمها أنا دي ماريو في رحلة إلى فنزويلا، ولقت قارب صغير عايم على وش المية على بعد 1000 كيلو متر من جزر الكناري. اقتربت السفينة الإيطالية من القارب اللي ما كانش عليه أي حد ولا أثر لأي حياة، فنزل أحد البحارة علشان يفتش القارب لكنه ملقاش حاجة. ولما وصل لغرفة المحرك شم ريحة كريهة جدا، اتضح إنها ريحة جثة معفنة، ولقت جثة عارية جالسة فوق كرسي وفي جيبها راديو صغير، ولقوا دفتر صغير أخدوه معاهم، وما لقوش أي شيء تاني غير جثة هذا الرجل. ومفيش أي شيء بيدل على إن كان هناك عنف أو فوضى على سطح القارب. كان كل شيء طبيعي باستثناء مصير الطاقم الغامض، وربطوا القارب في السفينة وشدوه معاهم علشان يتم تسليمه للسلطات في فنزويلا. ولكن وهم في منتصف الطريق الحبل اتقطع وغرق القارب بطريقة غريبة، وكأن شيء ابتلعه أو سحبه للأعماق فجأة. وطبعا ذهبت معاه الجثة اللي لقوها، والدليل الوحيد اللي فاضل هو الدفتر اللي لقوه في جيب الجثة. وتم تسليم الدفتر للسلطات الفنزويلية وتم عرضه على عائلات البحارة، فتعرفت عليه إحدى السيدات وقالت إن ده تبع جوزي، واتضح إن زوجها اسمه خوليو جارسيا، وهو ده الراجل اللي طلب مساعدة البحارة التلاتة علشان يروح يزور بنته المريضة. الدفتر كان مكتوب باللغة الأسبانية، وكان مكتوب فيه شيء أشبه بالوصية تقريبا كده. الراجل كان عارف إنه بيموت علشان كده كتب وصيته، وكانت آخر عبارة في الوصية: لا تخبري ابننا أبدا بما جرى لي، أنت تعلمين بأن الرب أراد هذا المصير لي، أحبك. والغريب في الموضوع إن كان فيه 28 صفحة مقطوعة من وسط الدفتر، ومحدش عارف مين اللي قطعها وليه قطعها. في الحقيقة إن قصة قارب الفاوستو بتعتبر من أغرب قصص الاختفاء اللي بيحوطها كثير من الغموض، وفي شوية أسئلة محيرة محدش لاقي لها إجابة، وهي ليه البحارة ابتعدوا كل هذه المسافة عن طريقهم؟ وليه رفضوا مساعدة السفينة الإنجليزية؟ وهل صعود الراجل اللي اسمه خوليو على القارب مجرد صدفة ولا الحكاية فيها سر؟ وليه غرق المركب فجأة أثناء سحبه من قبل السفينة الإيطالية؟ وبدأ الناس يطلعوا نظريات للي حصل. الكل كان عايز تفسير لكل هذه الأسئلة. البعض قال إن الملاحة على القارب تعطلت، أو إن القارب انجرف مع تيار قوي. ولكن لو أخذنا بهذه النظرية، فلماذا رفض البحارة التلاتة مساعدة السفينة الإنجليزية؟ وهل يعقل إن بحارة متمرسين يتوهوا في البحر بهذه الطريقة، خصوصا إن المسافة بين الجزر بسيطة؟ ده غير إن فيه منارتين لإرشاد السفن خلال المسار بين الجزيرتين. والبعض الآخر قال إن البحارة كانوا بينقلوا شيء سري وغير قانوني. ولكن لو هذا صحيح، فلماذا سمحوا لشخص غريب إنه يركب معاهم على المركب؟ والبعض الآخر يرى إن مفتاح اللغز كله يكمن في خوليو، الراجل اللي طلب منهم المساعدة في آخر لحظة، والوحيد اللي تم العثور على جثته. وفي النهاية تبقى النظريات كلها محل جدل، ويبقى لغز اختفاء البحارة التلاتة قائما حتى يومنا هذا. وفي نهاية الحلقة نتمنى أنكم تدونا رأيكم في هذه القضية. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.